صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المهضومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب ما خاب من تمسك بكم. أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا بدورا قد غالها الخسف لكن يا بدورا قد غال الخسف لكن لم تزل في الغدى بدورا تماما. حاولت نقص العدا فأبى الرحمن إلا لنورها إتماما. حر قلبي لسادة أزكياء. حر قلبي لسادة أزكياء في الطوامير خلدوا أعواما. أراق الطفل والمراهق منهم. أراق الطفل والمراهق منهم بالملمات يقظة ومناما. أرضعوا طفلهم لبان الرزايا. أرضعوا طفلهم لبان الرزايا وعدوا له الحسام فطاما. قتلوهم
وما رعوا لرسول الله إلا في آله وذمامه. لم يموت حتف أنفي من إمام منكم عاش بينهم مستضاما، ورمت جعفرا رزايا أردنا أيوا إماما. ورمت جعفرا رزايا أردنا بأبيه تلك الرزايا عظاما. بأبي من بكى عليه المعادي، بأبي من بكى عليه المعادي والموالي له بكاء أياما. يا حمى الدين يا حمى الدين إن فقدك أورى. يا حمى الدين إن فقدك أورى في حشى الدين جذوة وضراما. شالوا جنازة جعفر الصادق بتهليل، والناس من خلف الجنازة تصيح بالويل. خلف الجنازة الناس من كثر البكا تفوج، وارض المدينة من ضجيج العالم تموت. كن عالسفينة يا خلايق في وسط موج، من ضجة النسوان وصيحات الرجاجيل، وتكبير سمعة من سماوات العلية، تعظيم لمن المصطفى خير البرية، واللي نشار مذهب الشيعة الجعفري. خامس أولاد أم الأيام مع عفيفة الذل، لكنما الأمر يرجع لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والعاقبة للمتقين. جاء في وصف سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سارت إليه الركبان وانتشر ذكره في جميع الملدان. صلوا على محمد وآل محمد.
لا شك أن لأهل البيت عليهم السلام على سائر الناس فضل مخصوص، فقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. أهل البيت عليهم السلام الله عز وجل ميزهم في جميع مراحل تقلبهم على سائر الناس، ويظهر ذلك من خلال القراءة الواضحة لسيرتهم عليهم السلام وللتقلبات التي عاشوا فيها. ومنهم صاحب هذه الليلة صادق أهل البيت الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تميز عصر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بمجموعة من المميزات، كان من جملتها أنه صلوات الله وسلامه عليه شهد المرحلتين، مرحلة الحكم الأموي ومرحلة الحكم العباسي. لا يخفى أن بني أمية عندهم في أنفسهم حقد متأصل وحسد مخصوص. نقول هل معنى ينسحب إلى بني العباس، وبنو العباس بل نقول العباس وبنوه بدأ فك الارتباط بينهم وبين العلويين بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فالعباس على سبيل المثال إلى علاقة شخصية بأبي سفيان، بينه وبين علاقة شخصية، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله قرب العباس وكانت توصل إلى بعض المنح وبعض الامتيازات المالية، وكذلك أولاد العباس وذرية العباس، بحيث أكو شيء من العلاقة والارتباط بينهم وبين الحكام وبينهم وبين بني أمية. ولهذا من ترجع إلى كربلاء مثلا لا تجد في كربلاء عباسي واحد، بينما هنالك أبناء عقيل، هنالك أبناء جعفر، وهنالك آل علي. لكن روح ابحث عن عباسي في كربلاء بذاك اليوم لن تجد في كربلاء عباسي واحد. ذولا تعودوا على الامتيازات، وكانت تصل إليهم بعض المنح المالية بحيث تخدروا وبدأوا ينحون منح مختلف عن منح العلويين. ولهذا مسألة الثورة على بني أمية وإن كانوا حملوا فيها شعار يا لثارات الحسين والنصف لآل علي، لكنها كلمات حق أريد بها باطل، شعار حملوا للوصول إلى أهداف مخصوصة. ولهذا بنو العباس بالتحديد أكثر حسد وأكثر بغض للعلويين من بني أمية. وتعرف أنت الحسد يقولون يضر في الحاسد أكثر من المحسود. ليش؟ لأن الحاسد يعيش حالة مزاجية تترتب عليها أقوال وأفعال وسلوكيات وممارسات بمقدار حسده. هذا من يصير حاسد شوف شنو ينسحب عليه، شنو راح يتصرف، شنو راح يقول، شنو راح يفعل. والحسد إذا وقع في قلب الإنسان أورده المهالك. شوف يضطر يسلك سبيل الباطل، يتنكر للحق، يدوس على كل القيم إذا تمكن منه الحسد. هل معنى الواضح
عند بني العباس، بل بدأوا يصبغون حكمهم بدم العلويين. منصور الدوانيقي نقدر نقول احنا ان فترة حكمه في بدايات الدولة العباسية، لكن المنصور الدوانيقي كانت عنده خزينة، هالخزينة ما يدخلها أحد، فقبيل وفاته أعطى الخزينة أو مفتاح الخزينة لزوجة من زوجات أولاده، قال له هذا المفتاح ما تعطي أحد إلا من يلي الأمر من بعدي. هلك المنصور الدوانيقي وفتحوا الخزينة باعتقاد أن فيها أموال، وإذا في الخزينة 10,000 رأس للعلويين، في أذن كل رأس خرقة صغيرة بها نسبة وموضع قتله. هذا بداية الحكم، بداية حكم بني العباس. ولهذا نقول الإمام الصادق عليه السلام تمكن من عامة الناس، مو في بداية الحكم العباسي، تمكن من عامة الناس في أواخر الدولة الأموية، بحيث استفاق بنو العباس على أمر واقع، على واقع معاش، على أمر متأصل في الناس، على قاعدة شعبية اتسعت رقعتها في الدولة الإسلامية، بحيث يصف عامة الناس أمر الإمام الصادق بأنه عليه السلام سارت إليه الركبان وانتشر ذكره في جميع البلدان، وكل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. ولهذا المنصور الدوانيقي عزم على مواجهة الإمام الصادق عليه السلام، وقام بعدة إجراءات. الإجراء الأول أنه استدعى الإمام الصادق، استدعاه بالتحديد وتهدده، بل في بعض الحالات منعه من الخروج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإجراء الأول، حتى أن بعض المؤرخين من يجي يحلل المرحلة يقول فرض على الإمام الصادق عليه السلام الإقامة الجبرية. يقول قيد الإمام عليه السلام، لا شك قيد في خروجه، في دخوله وضعت عليه رقابة شديدة، وكان يقع عليه التنكيل بين فترة وأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المنصور الدوانيقي حاول ينشر ثقافة مخالفة لثقافة أهل البيت. الإمام جعفر بن محمد الصادق مدرسته عليه السلام أفادت الأمة وعرفتهم بالفقه الإسلامي، وكان له دور كبير في تفسير القرآن الكريم. إجا المنصور الدوانيقي عمد إلى كل شخص يمكن استغلاله ليفرض من خلاله على المسلمين مذهب يخالف مذهب جعفر بن محمد الصادق. ولهذا عنوان المذهب وكذلك واقع المذاهب الإسلامية الأربعة بدأت فكرتها من عصر المنصور الدوانيقي، بحيث أنه لماذا فرض على أبناء العامة 4 من المذاهب؟ من فرض هالمعنى؟ الذي فرض هذا المعنى الحكومات السابقة، وبالتحديد حكومات بني العباس، ملك بني العباس. بدأ هذا في عصر المنصور الدوانيقي، والهدف منه مواجهة الإمام جعفر بن محمد الصادق. استدعى أولا أبو حنيفة، وكان لأبي حنيفة شأن في العراق، ووعده بعطاء خاص. في البداية قال له أنا ما أريد من عندك مذهب، في البداية أنا أريد من عندك مسائل تفحم بها جعفر بن محمد. شو الناس يحجون عن علمه
وكل يلهج بذكره. أنا أريد من عندك تجمع إلى بعض المسائل العويصة وتسأله عنها، بحيث أريد من عندك السكت قدام الناس. بالفعل اتفق وياه على هالمعنى وجمع إلى بعض المسائل. قال لي أنت وقت ما تستعد خبرني. أبو حنيفة جمع بعض المسائل، ثم استدعي الإمام جعفر بن محمد الصادق. لما أن استدعي منصور الدوانيقي دعا بعض الوجهاء لاستقبال جعفر بن محمد الصادق في الظاهر، وفي باطنه ليشهدوا جهل الإمام جعفر بن محمد الصادق أو تردد لا أقل في بعض الأجوبة. ثم طلب من أبو حنيفة أن يسأل الإمام جعفر بن محمد الصادق. الرواية تقول: كان إذا سأل أبو حنيفة سؤالا يقول له الإمام الصادق عليه السلام: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا. ثم يبين الحق. نقول: طيب الإمام ليش ما أعطى جواب واحد؟ ليش يعطي 3 أجوبة؟ يقول: أنتم أهل العراق تقولون الجواب كذا، أهل المدينة يقولون الجواب كذا، إحنا نقول كذا. نقول ذلك لعدة أسباب. السبب الأول أنه يريد يقول للناس: علمنا إحنا مو علم دفتري، مو محفوظات، ما جاي نحفظ ونجاوب، ما نعتمد على الذاكرة ولا على التلقين. إحنا علمنا نعلم الحكم وما وراء الحكم، ونعرف المدرك والأدلة. هذا أولا. ثانيا، الإمام عليه السلام تحاشى بهذا عن تخطئة أبو حنيفة. إذا تجي لواحد اتعلم هالشكل، مثلا تقول له: شنو حكم زيارة القبور؟ إذا تقول له جائزة يقول لك: لا، غلط، أنت ما تعرف الحكم، هي شرك. ليش؟ هو هذا متعلم أنها شرك، متلقن أنها شرك، ما يعرف غير هذا الجواب. لكن من تجي تقول إليه أنت تقول شرك، قطعت عليه طريق التخطئة. والمذاهب الأخرى تقول جائزة، وإحنا نقول مستحبة. والوجه في هذا شنو؟ نبين الحكم ونبين الخطأ. هنا يقطع الإمام عليه السلام على أبي حنيفة مسألة التخطئة، ويريهم ما وراء هذه الأحكام من مدارك وأدلة، ويثبت به حقيقة الجواب. أبو حنيفة انبهر، ما شايف واحد بهالشكل، بحيث أنه مطلع على آراء كل المذاهب، استحضار، إتقان، إجادة، استقصاء، إحصاء، دقة، تحقيق. أبو حنيفة انبهر، فالتفت إلى الإمام عليه السلام قال: والله أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، وأنت أعلمهم باختلاف الناس. هذا المنصور الدوانيقي تمنى أن الأرض قد بلعت. يقول إلى أبو حنيفة، يقول له: احنا جايبينك تخطئه، إذا ما خطأته لا تعترف بفضله، لا أقل اسكت. لكن الموقف فرض على أبو حنيفة فرض أن يقر ويذعن بفضل الإمام عليه السلام، لكن زاد عليه العطاء وقال له: مع ذلك أطلب من عندك مذهب تخالف به جعفر بن محمد الصادق. عكف أبو حنيفة على صياغة مذهب جديد. وهذا درس عند الإمام الصادق 2 ويعرف كثير من أحكام الإمام الصادق. يقول: أنا تعمدت واستقصيت مذهب الإمام جعفر الصادق، ووضعت لكل حكم حكما مخالف. كل حكم يقول جعفر أنا خليت حكم في قباله. على سبيل المثال احنا نذكر حكم واحد هو بعد استقصاء أكثر. مثلا الإمام جعفر بن محمد الصادق بحسب الحكم الشرعي سهل عملية الزواج. في الزواج لا يشترط كثير من الأمور المشترطة في الطلاق. مثلا في الزواج يستحب الإشهاد ولا يجب، يعني يصح العقد حتى بلا شهود،
شرعا يصح المعنى، لكن من نجي للطلاق، طلاق يقول لا، طلاق معقد. شلون معقد؟ قال أولا الطلاق لا يقع إلا في طهر لم يواقعها فيه، يعني إذا واقعها ما يصح إليه يطلقها حتى تجيها الدورة ثم تنقى. وعليه إذا حصلت مشكلة وهذا مثلا شاط وأطلق عليها كلمة الطلاق، يقول هذه الكلمة لاغية إذا كانت في طهر واقعها فيه، وعليه ينتظر إلى أن يطرقها الدم ثم تنقى، ثم بعد ذلك يطلق. زين، من يطلق شلون؟ لو غضب عصب وقال انت طالق، يقول هذه كلمة لاغية إلا أن يكون هنالك شهود، لابد من شهود، غير هذا ما يصح. بعد لو قال انت طالق بالثلاث، قال لا يقع إلا واحدة، ما يقع ثلاث. بعد الطلاق تبقى في العدة. ليش؟ قال بلي هي لا زالت في العدة وعليه النفقة، لعل تحصل ابتسامة، تفاهمات، وترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي. ليش؟ قال الحكم الشرعي سهل الزواج وعقد الطلاق. أبو حنيفة قال أنا عندي العكس، من يريد واحد يتزوج أعقد مسألة الزواج، ما يصح الزواج إلا بشهود وشرائط كثيرة. زين، في الطلاق شلون؟ قال يصح الطلاق بأدنى ما يدل عليه، حتى ولو برسالة جوال. الآن يقولوا رسالة جوال بينه وبينها خلاف، ما يطيقها، ما يريد، أرسل لها واتساب انت طالق، خلاص بعد تطلق شهود ومسألة طهر لم يواقعها فيه، هذا كله ما موجود. ولهذا يقول أبو حنيفة، يقول أنا شغلتي أني تتبعت آراء جعفر بن محمد الصادق فوضعت لها حكما يخالفها إلا حكم واحد ما عرفته. شنو؟ قال جعفر بن محمد الصادق من يسجد ما أدري يغمض عيونه لو يفتح عيونه، لأنه إذا يغمض عيونه أنا أقول لا بد من فتح العينين، إذا يفتح عينه أنا أفرض إغماض العينين. يقول فصرت أغمض عينا وأفتح عينا من باب براءة الذمة، يعني بحيث أن الواحد يضمن المخالفة، حيث يطمئن أنه خالف جعفر بن محمد الصادق. قال هذا مو نافع، منصور الدوانقي قال هذا مو نافع. الأمر الثاني راح بحث عن عالم ثاني يفرض عليه ولو في منطقة أخرى، فعمد إلى مالك ابن أنس وقال له يا مالك أريد منك أن تجمع كتابا نجمع فيه عامة المسلمين ونلزمهم بالرجوع إليه. ولهذا ألف مالك كتاب موطأ مالك. موطأ مالك هو شنو؟ موطأ مالك كتاب ألفه مالك لكي يحمل المنصور عامة المسلمين على الأخذ به إبعادا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. ألف موطأ مالك، لكن موطأ مالك ما صار إلى اعتبار عند الفقهاء. ليش؟ لأن موطأ مالك أكثر ما فيه بلاغات. يعني شنو بلاغات؟ يعني روايات ليست مسندة، ماكو بها سند، رواها مالك بهذه الكيفية: بلغنا عن رسول الله. أي بلغنا عن رسول الله، من الراوي؟ من الناقل؟ هاي الرواية التي ترد على نحو البلاغ وليست لها سند، رواية ليس لها اعتبار، ولهذا ليس لموطأ مالك أي اعتبار. هذا الأمر الثاني الذي قام به بنو العباس. الأمر الثالث ملاحقة العلويين وملاحقة أتباع مدرسة جعفر بن محمد الصادق. ولهذا نجد في هذه المرحلة أن الإمام الصادق كان يطلب من بعض أصحابه في بعض الفترات ما يحضروا في درسه، والمعروف أنه من أتباع جعفر بن محمد الصادق، لحمايته صار يذمه. ولهذا وردت روايات ذم لزرارة، الإمام يذم زرارة. يذم زرارة ليش؟ حماية له،
حتى لا يتم تتبعه والتنكيل به. ورد منه في هذا المعنى بعض الخصوصيات حماية لبعض أتباعه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه المرحلة أيضا الإمام جعفر بن محمد الصادق طلب من بعض العلماء في بعض الجهات أن يكتفوا بالرجوع إلى علمائهم في تلك البقاع، ولهذا جعل إلى كذا عالم في الكوفة، وأمر عامة الكوفيين أن يرجعوا إليه دون الرجوع إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق. في بعض الروايات فقد قبلته حكما عليكم، وطلب من عامة المسلمين أن يتحاكموا إليه على سبيل المثال حفاظا على القاعدة الشيعية لأتباع مدرسة محمد وآل محمد. الإمام عليه السلام كيف قابل مثل ذلك؟ قابل مثل ذلك بما ذكرنا أولا. ثانيا الإمام عليه السلام كان في بعض الأحيان يبتعد عن إلقاء بعض الدروس الخاصة بالفقه أو الخاصة بالشريعة، وإلى بعض الدروس في علوم شتى ومختلفة كعلم الطب والكيمياء والتشريح وغير ذلك، بحيث أن هذا أولا نفع عامة العلماء في فنون مختلفة في أن يحضروا تحت مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق، وزاد ذلك في شعبيته. ثانيا حتى يغض بعض عيون دولة بني العباس الطرف عن الإمام جعفر بن محمد الصادق، لكن ما كفى ذلك، حتى أن المنصور الدوانيقي في بعض الروايات ازداد غله، ازداد بغضه، ازداد حسده، ما استطاع يتحمل الإمام جعفر بن محمد الصادق، كان يأمر به أن يشخص به من المدينة إلى بغداد. بعض الحالات كان عمره عليه السلام يزيد على 60 سنة، والسفر مو مثل هالأيام، كان يؤتى به يجعجع به في الشموس، وفي بعض الحالات يذل الإمام عليه السلام. يذل شلون؟ أولا يحضر إلى بغداد ولا يدخل على المنصور، وإنما يوقف عند داره عند بابه أيام ثم يدخل عليه، وفي بعض الحالات يسكن ثم يأمر بعض الجلاوزة أن يدخلوا عليه ويأتونه على الحالة التي يجدونها عليه بأي وضع كان. وتعرف إنسان ببيته، والإنسان في بيته ما يتقيد بلباس خاص ولا بكيفية مخصوصة، والإنسان يفعل في بيته ويلبس في بيته ما لا يلبسه أمام الناس أحيانا ولو قتل، فأخذه بالهيئة التي يجدونها عليه في بيته فيه من الإذلال وفيه من التحقير وفيه من المعانة ما لا يخفى. في بعض الحالات يؤتى بالإمام جعفر بن محمد الصادق حافي القدمين وحاسر الرأس. شلون؟ ما عليه رداء، ما عليه رداء، يؤتى بإزار وقميص ليس عليه عمامة، حافي القدمين، ويوقف أمام المنصور الدوانيقي. منصور الدوانيقي شي يقول لي الإمام عليه السلام؟ يقول لي: يا جعفر، يا جعفر، أتريد أن تفجر في سلطاني وتبغي في ملكي؟ الإمام عليه السلام يطأطئ رأسه ثم يلقي المنصور الدوانيقي ببعض الكتب في وجهه، يقول لي: اقرأ يا جعفر هذه الكتب التي تبعث فيها إلى الناس تأمرهم بالخروج علينا. الإمام عليه السلام يعتذر إليه ويقول لي: يا منصور، والله ما هذه الكتب بكتبي وما هذا الخط بخطي. شي يقول لي: يا مؤمن، عز عليك يا شيعي. يقول له: عجب من أمرك يا جعفر، على شيبتك وتكذب. يقول: مثلك يكذب؟ شوف التحقير، شوف الإهانة. وما أشبه هذا الموقف بموقف الإمام زين العابدين
بل ما أشبهه بموقف الإمام أمير المؤمنين وقد قيد بحمائل سيفه، بل ما أشبهه بموقف الإمام زين العابدين وقد أدخل على يزيد بن معاوية مغللا مقيدا، بل ما أشبهه بالإمام الباقر وقد أدخل على هشام صحوناذي ومصيبته. والله غذا المنصور بس يسعى بذهب، وزاد بفعلت عليه القراب، من يثرب لعيد بغداد جاب، والله من يثرب لعيد بغداد جاب، وبالمجلس على قام يتكلم، يقل كاتب الوادم يا جعفر، على ملكي وعلي تريد تظاهر، واقف من عنده يتعذر، ويحلف له بابوه جد الأعظم، يقل الكتب مو خط يدي، كنت قبلك معاشر آل أمية، يبشي وياه اي والله كنت قبلك معاشر آل أمية، وهم عدل الخلق جنوا علي، ما والله خنتهم وانت تعلم، وياك النسب يجمعني يا منصور، وياك النسب يجمعني يا منصور، يا ابن عمي وعلي هاي الكتب زور، اي والله يا ابن عمي وعلي هاي الكتب زور، ومني من تشوف عليك محذور بسجن حطني لمن يلفي المحتم، لكن رد اليثرب وأمر بسمه عقب ذيك العظيمة وفوق همه، اي والله عقب ذيك العظيمة وفوق يا وإذا به يتقلب على فراش مرضه، يودع أهلي يودع قرابته، وكان من آخر وصاياه لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، وعند احتضار الموت مد يديه ورجله وغمض عينيه، ومالت رقبته وأجرق وجهه وانقطع نفسه، ومالت رقبته وفاضت روحه. ماجت المدينة بأهلها وصارت كيوم مات فيه رسول الله. خرج العلماء لتشييعه حتى قيل أنهم سمعوا تكبير الملائكة في السماء، ضج كل ينادي وجعفرا وإماما صحوناذي وسيدا، تكبير سمعا من سماوات العلية، تعظيم لابن المصطفى خير البري، واللي نشر مذهب الشيعة الجعفري، خامس أولاد أم الأئمة عفيفة الذيل، وراحوا إلى أرض البقيع يشيعونه، وصلوا إلى قبر الأمين ابن الأمين، ولا القمر من قبل آدم حافري،
زاد البكا والناح والصيحات والويل، وموسى بن جعفر نزل في ذيك الحفيرة وتناول الصادق يشيع من سرير، لسوسد بقبره وعلت دموعه مطيره، اصفج براحتنا وصرخ يا مصلي الليل، ورمت جعفرا رزايا رتنا بأبي تلك الرزايا العظام يا الله.